الاعلام وهم بيدعوا الى الاسلام والاسلام ضد الاعلام والحاجات دي كلها، وصوت حتى مش عايز صوت المراه، ده كل المراه عوره، وبالتالي الكلام ده كله. لكن هم انتقلوا الى مرحله اخرى، ده هم تطوروا اكثر من ذلك. هم دلوقتي بيتوجهوا الى مفاصل الدوله نفسها، يعني الى كيان الدوله من الناحيه دي. اللي انا عايز اقوله، اذا لم يتدخل رئيس الدوله ويساعد الاجهزه الامنيه، لانه بادئ يعني الظاهر من العيان امامنا انه الاجهزه الامنيه في ضبط نفس عايز اقوله بسذاجه. بص يعني الصوره، بص الصوره اهو بيضرب بالنار اهو، بيضرب في اي حته. ما هو ليه ده هو عايز يعلن سياده الفوضى. طب اين الشرطه بتاعتكم؟ طب لمين؟ للاهالي. ده هو بيضرب على الاهالي. يعني تخيل انت لما تسمع هو هنا بيضرب موجهه عليك اهو، موجهه عليك في البيت، هتجري على الحمام اذا كان داخل جوه خالص وتاخد ولادك فيه. هو ده اللي عايزينه على فكره، يعني هي ده الحياه، بيقول لهم دي حياتكم كلها. هو حتى بيضرب مثلا للناس فوق في اللي ساكنين في العماره فوق مثلا. ايوه، مفيش اي هدف. ترويع هو ترويع الناس اللي ساكنه في بيتها، اللي قاعده امنه مطمئنه ببيتها، مش ما حدش هيتخيل مثلا انه في مثلا قوات او عناصر تامين جيش او حد من الاشتباك بيشتبك معاهم. فهو يعني الهدف واضح انه بيطلق على الاهالي في البيت. على فكره انت ما تقدرش تجيب والارهاب لو نزلت استاذ ايمن، لو نزلت الجيش كله ونزلت الشرطه كلها، مش هتقدر تجيب ل 90 مليون. ما هم ده اللي بيقولوه، هو ده الهدف. 90 مليون انا مش بقول 90 مليون بيعملوا، لا ده هم عايزين حمايه لكل. فكان بقرار بجرة قلم انك انت تؤمن البلد كلها، والفئه الضاله اللي هتخرج على هذا القرار يتم التعامل معها، وبالتالي تتيح المجال للاجهزه الامنيه ان هي تقدر تتوجه. لانك انت سبت التظاهر ايه في حاله طوارئ؟ تظاهر ايه؟ اذا كان بيقول لك انا لو انسان محترم ماشي وعسكري بس شاف علامات عليه في هذه الحاله بيستوقفه، فما بالك انت؟ هو الحقوق يعني عايز اقول ان حاله الطوارئ في مثل هذه الظروف اللي احنا عايشينها، انا مش بدرس محاضره واقول وبفترض ان هناك ظروف، لا ده اللي سامعني، الناس اللي بتطلع عليها النار دي سمعاني وتقول اين الكلام اللي هو رئيس الدوله ليه ما حذرش، وليه لحد دلوقتي ما تدخلش بحظر التظاهر، وبالتالي ايه سيعطي